بلبن اللي عمل ترند غلطتين ورا بعض. مهما كان ذكائك ومهما كانت قوتك ومهما كانت قوة عملائك اللي موجودين في السوق، وده درس. يعني انا بشوف ان ده درس، يعني ربنا يفكها على الجميع ويبطلوا نصب بعد كده على الناس في الاعلانات ان هم يطلعوا حاجات دي الله وكيل. يعني احنا عايزين نشوف الموضوع ده بعدين. ولكن ايه الغلطتين اللي حضرتك عملتهم هدوا كيانك؟ الناس اللي بتقول يا جماعة حرام عنده 25,000 عامل وهيتقطع عيشهم وكلام من ده. قبل ما نكمل الموضوع ده قلت لك ان ربنا هو الرزاق الكريم. زي ما ربنا رزق الناس دي وكان ليهم فرصة شغل ولقمة عيش عند بلبن، اكيد هيبقى ليهم لقمة عيش عند حد تاني، ده بايد ربنا. ولكن شوف تقادير ربنا. انا شايفها من وجهة نظري. من وجهة نظري الغلطة الاولى اللي اكتشفناها مؤخرا لما وزير الحلو طلع قال لك المنافس بتاعنا سجل العلامة بتاعتنا في السوق السعودي علشان ما ندخلش في السوق السعودي. فانت هنا قفلت باب رزق برضه لبراند مصري زيك والناس شغاله جواه. انت هنا وقفت باب رزق باسم براند ناس تعبانه عليه، ورحت تجرأت ووقفت رزقهم بعنصر تفكيري بشري. ولكن لا تعلم قوة الله في ان هو ياخد حق الناس. والله هو مش شماتة، بس انا ده موضوع يعني واقعي. الحاجة التانية انك تروح تخبط مع كبارات شغلانتك. يعني ايه؟ يعني انا مهما كان قوتي وفكرتي التسويقية وان انا اعمل ترند واجيب واسفين ورايحين وخلاص عملنا شغل السفاهة بتاعنا دوت واضرب الواد على قفاه وفي الاخر قول له معلش زي الاسماء اللي انتوا عملتوها تعر، وفي الاخر قلتوا اسفين وخدناها بحتة احنا مصريين طيبين. والله احنا ناس طيبة. فانت رحت هنت الناس في اعلاناتها. بمعنى احنا جايين، مفيش حد تاني. فكره انك تقل ادبك في دعايتك مع المنافسين، لان انت مهما كانت قوتك ما انتش فاهم المنافس بتاعك وراه ايه. انت شايف صوره، انت عارف تنجح وتعمل براند وتعمل صيت وتجيب بلوجرات وتضحك على الناس بس برضو ان انا اشوف المنافس بتاعي يتطرق ان هو يقل ادبه على عم الشغلانه، اكيد انت بتشوف وش اكتشاف هيفوق كل التوقعات بتاعتك. يعني انك تروح تسيء لحد زي العبد او تسيء لحد زي الملكي، اعتقد ان الاتنين دولت مش هيسيبوك تعدي كده. مستحيل. برضو ما الناس برضو لها عملائها ولها كيانها ولها موظفينها ولها شركاتها ولها برانداتها والدنيا حلوه. فتفتكر انك الغلطتين اللي انت عملتهم دول اعتقد ان هم كفايه يهدوا كيان اضخم منك مليون مره. انا ما مش هقول بقى زي الناس، يعني فكره الناس تقول غسيل بقى، الناس تقول كوي، الناس تقول مش ده حاجات قانونيه احنا مش هنتطرق ليها. يعني ايه هو القانون؟ احنا في بلد هتجيب قرار وهتجيب قرار. الموضوع مش محتاجين نتكلم فيه.